السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك لنا في يا رب العالمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد زي ما انتم شايفين كده، ونسمي الله ونبدأ كده ونشوف هنعمل ايه. معانا كده مقلاية على النار، هنحط فيها معلقتين سمنة كبار، هنسيبهم كده يسيحوا. بعد كده ننزل عليهم بقى. معانا هنا طبق لحم مفروم 400 جرام زي ما انتم شايفين كده، ننزل بيه كده. عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايك، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل يوم جديد. معانا بقى بصلتين مفرومين في الكبة ناعمين. هنا اللحمة هي خلاص يعني اتشوحت شوية، ننزل عليهم بقى بالبصل. احنا هنا كده بنعمل عصاج لحم. هنسيبها بقى تشوح كده ونبهرها. نحط هنا نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، ونص معلقة بابريكا. نديها بقى تقليبة كده. هنحط بقى الملح، معلقة ملح، كل دوت صغير، معلقة مش صغيرين اهي زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنقلبها، ويكون معانا بقى عصير طماطم اهي، نفضيه عليها 3 طماطمات كده، افرموهم جامد في الخلاط ونعميهم. هنقلبها ونجيب بقى معلقتين صلصة عليهم، صلصة طماطم. نحط كده معلقتين الصلصة، معلقتين كبار. نقلبها كده ونزودها نص كوباية مية. ونسيبها بقى مع بعضها كده، تاخد وتدي بشكل ودي كده مع نفسها لحد ما تستوي شوية. نغطيها. هنرجع تاني بقى عشان نعمل البشاميل. معانا هنا حلة على النار فيها معلقتين سمنة. هنا هي اللحمة بتستوي اهي. نديها كده تقليبة.
نوطي عليها بقى، تسيبها مع نفسها كده لحد ما نخلص البشاميل. هنا معلقتين سمنه متسيحين اهو، انزل عليهم بمعلقتين دي كبار. قلبها كده. احنا هنا بنعمل البشاميل. ننزل بقى باللبن عليها اهو. هنا هنحط رتل لبن، بس نحط شويه بشويه كده، يعني ايه، لحد ما نشوفها هتعمل معانا ايه. زي ما انتوا شايفين كده. بهارها برضك، طبعا كلنا عارفين طريقه البشاميل يعني. هنا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، نحط عليها نص مكعب مرقه. طبعا ما كانش عندي مرقه بودره فحطيت مرقه مكعب. لو عايزة لبن تاني زودي شويه، انا هنا هزود شويه لبن كمان. هنا هنفضي شويه كمان. بعد كده بقى نرجع لكم بعد ما يخلصوا. هما بعد ما خلصوا معانا هنا مكرونه لازانيا الملكه اللي هي الشرايح دي. معانا هنا بقى صينيه بايركس كده، نحط فيها معلقه بشاميل تحت في القاع اهي، ندينه كده. بعد كده بقى ناخد المكرونه الشرايح دي، هنرص واحده جنب واحده. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى ننزل عليها باللحمه اهي بالصلصه بتاعتها، نفردها كده عليها. نحط تاني طبقه، نرص بردك شرايح المكرونه كده. بعد كده هنحط شويه بشاميل عليها وننزل تاني بالصلصه. نحط بشاميل. بعد كده بقى هننزل عليها كمان بس باللحمة بالصلصة. ونرص بقى الرقة ورا الرقة لحد ما نملى الصينية وارجع لكم تاني. هنا الصينية كنا خلصناها، هنجيب وحطينا بقى البشاميل كله بقى في الاخر. هنحط بقى هنا جبنة موتزاريلا كده عليها من فوق. بعد كده نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 170، هنسيبها تستوي في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد كده نطلعها.
بعد كده نشغل عليها شويه عشان تاخد وش احمر من فوق. زي ما انتوا شايفين كده، شوف طالعين اهي بقى، ما شاء الله ما شاء الله يعني. هنسيبها بقى تهدى شويه كده، نرجع بقى نشوفها اهي. نقطع كده حته، سيبها تبرد خالص خالص عشان ايه تبقى متماسكه مع بعضها. نطلع حته بقى نشوفها كده. بصوا غرقانه بقى بصوص البشاميل والجبنه، تحفه ان شاء الله يعني. عايزاكم تجربوها، وعايزه اشوف تعليقاتكم، وعايزه اشوفكم اللايكات، وتفعلوا كده القناه عشان تكبر بيكم وبلايكاتكم وحبكم ليه. زي ما انتوا شايفين كده، هنطلع حته بصوا غرقانه بصوص البشاميل، سايحه كده وجميله اهي. ناخد كده حته ندوقها، شوفوا رقتها هي اصلا، وهي اصلا لسه سخنه اهي، والبشاميل اللي عليها والجبنه. يلا بقى روحوا جربوها لاولادكم، وعايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع ام ياسمين.